تخيل معايا كده يا صاحبي إن جسمك ده فيه عقلين، والله عقلين زي ما باقول لك كده، واحد في دماغك اللي بيفكر ويخطط ويشتغل، والتاني موجود جوه بطنك، اللي موجود جوه بطنك ده هو القولون. ناس كتير فاكرة إن القولون ده مجرد أنبوبة الأكل بيخش ويدخل وخلاص، لكن الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة إن القولون ده مدينة كاملة مليانة حياة ومليانة أسرار ومليانة تأثير على صحتك وعلى مودك وعلى طاقة يومك كله. يعني لو سألتني إيه اللي بيخلي الإنسان سعيد أو مكتئب، أنا ممكن أقول لك دماغك، بس جزء كبير موجود في قولونك. ركز بقى معايا علشان اللي جاي مهم. يلا بينا ندخل عالم القولون. انا محمد السيد ودي قناه لحظه اكتشاف. بص يا سيدي، القولون جزء من الجهاز الهضمي، تحديدا من الامعاء الغليظه. الاكل بعد ما تاكله وتبلعه بيروح على المعده، ومن المعده بيروح على الامعاء الدقيقه، وهناك بيتكسر الى جزيئات صغيره جدا. الجزيئات دي عباره عن كربوهيدرات وبروتينات ودهون. طيب يعني ايه كربوهيدرات ويعني ايه بروتينات ويعني ايه دهون؟ البروتينات ده الطوب اللي الجسم بيبني بيه العضلات والانسجه والشعر والجلد، موجود في اللحمه والفراخ وفي السمك وفي اللبن. الكربوهيدرات بقى ده الجزء اللي بيخليك تضحك تتحرك تشتغل تفكر، موجود في العيش والرز والمكرونه والبطاطس بس باعتدال، عشان لو زودت منه هيتخزن في الجسم على هيئه دهون. وبعد كده الدهون دي مهمه للطاقه، حراره الجسم، امتصاص الفيتامينات. وفي منها صحيه وفي منها ضار. الصحيه زي المكسرات وزيت الزيتون، انما الضار الاكل اللي بنشتريه بره جاهز. نروح لاهم مصطلح اسمه الالياف. يعني ايه الياف؟ الالياف دي الجزء اللي الجسم مش بيهضمه من الاكل النباتي، بس بينظف الامعاء وبيساعدها انها تشتغل كويس. طيب ايه بقى اللي بيفضل بعد الهضم؟ ميه والياف وفضلات ملهاش لازمه. ده كله بيخش على القولون علشان يكمل الرحله هناك. القولون طوله حوالي متر ونص، بيبدا من تحت من على اليمين وبعد كده بيعدي بالعرض وبعد كده بينزل على المستقيم قبل فتحه الشرج زي ما موجود قدامك في الصوره كده. طيب القولون ده شغلته ايه اصلا؟ قال لك ان هو مش موجود كده ديكور وخلاص في الجسم، لا هو بيساعد على امتصاص الماء والاملاح من الفضلات ويحولها الى براز. طيب لو مش شغال كويس جسمك هيفقد ميه كتير جدا والفضلات مش هتخرج بشكل طبيعي. انت تعرف ان جسمك ده قاعد فيه كائنات صغيره انت مش واخد بالك منها، والكائنات دي عباره عن بكتيريا او ما تسمى بالبكتيريا النافعه. طب يعني ايه بكتيريا اصلا؟ يعني ايه بكتيريا نافعه؟ البكتيريا دي كائنات صغيره جدا لدرجه انك محتاج ميكروسكوب عشان تشوفها كويس. بس مش كلها وحشه، في منها الضار وفي منها النافع. الضار هو اللي بيعمل التهاب وبيجيب امراض، انما النافع دي اللي عايشه جوه جسمك بتساعد في هضم الالياف. دول عاملين زي عمال النظافه اللي جوه جسمك، الصغيرين قوي ما بتشوفهمش. في منهم اكتر من 100 تريليون بكتيريا بيهضموا الالياف وبينتجوا فيتامينات زي فيتامين كي وفيتامين بي 12، وكمان بيحميك من البكتيريا الضاره. طب يعني ايه فيتامين كي وفيتامين بي 12؟ فيتامين كي ده مسؤول عن تجلط الدم ووقف النزيف. تخيل مثلا انك انجرحت، جسمك على طول بيبعت لك حاجه اسمها صفائح دمويه. الصفائح الدمويه دي جزء من انواع الدم. انواع الدم عندك كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دمويه وبلازما. الجسم على طول بيبعت لك حاجه اسمها الصفائح الدمويه. بس الصفائح دي لوحدها مش كفايه، فيقوم فيتامين كي ينتج حاجه اسمها عوامل التجلط. عوامل التجلط مع الصفائح الدمويه بتسد الجرح وتوقف النزيف. وفي منها نوعين اللي هو الكي 1 وكي 2. كي 1 ده اللي موجود في السبانخ وموجود في الجرجير اللي هو الخضار الورقي، وكي 2 اللي هي بتصنع البكتيريا النافعه اللي موجوده في القولون. طيب فيتامين بي 12 ده عباره عن ايه؟ قال لك فيتامين بي 12 ده ملوش اي علاقه بتجلط الدم، المسؤول عن تكوين كريات الدم الحمراء، وكريات الدم الحمراء مسؤوله عن نقل الاكسجين لاي خليه موجوده في جسم الانسان، وكمان بتساعد الاعصاب انها تشتغل كويس. طيب ده لو نقص هتحس بتعب ودوخه وتنميل في الايدين والرجلين. العلماء اكتشفوا حاجه غريبه جدا اسمها محور الامعاء الدماغي. ودي يعني ايه؟ قال لك ان في خط تواصل بين القولون والمخ عن طريق اعصاب، وبالذات عن طريق العصب الحائر. وبالمناسبه العصب الحائر ده اطول عصب في جسم الانسان، وهنعمل حلقه عنه ان شاء الله في المستقبل. نرجع تاني، المخ لما بيتوتر القولون بيتقلب، والقولون لما بيتعب المخ بيحس بالتعب والصداع. كمان الهرمونات، هرمون زي السيروتونين اللي هو هرمون السعاده وهرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، بيبعتوا رسائل كيميائيه بتوصل بين المخ والقولون. يعني حياتك العاطفيه والجسديه كلها مرتبطه باللي بيحصل في قولونك. ونروح لجزء الامراض. امراض القولون كتيره جدا، ربنا يعافينا منها جميعا. واول مرض معانا هو القولون التقرحي. محدش فينا بيحب يحس بالم في البطن مش بيروح، او يفضل داخل على طول الحمام. بس اللي عنده القولون التقرحي الحكايه عنده مش شويه مغص ولا حاجه، ده صراع يومي بين جسمه وجهازه الهضمي. مرض بيأثر على كل حاجه في حياتك من اكل للنوم لمزاج. ايه بقى حكايه القولون التقرحي ده؟ القولون التقرحي يا صاحبي مش مجرد اضطراب في الوظائف زي القولون العصبي، ده التهاب حقيقي مزمن في بطانه القولون والمستقيم. يعني الخلايا المبطنه من جوه بتبدا تنزف وتتقرح مع الوقت. والمرض ده بيندرج تحت مجموعه اسمها امراض الامعاء الالتهابيه.
أو بيبدأ المرض غالبًا عند الشباب من سن ال15 لحد 35 سنة، في نسبة مش قليلة كمان بيبدأ عندهم المرض بعد سن ال40، وأكتر عرض ملفت في البداية هو الإسهال المزمن مصحوب بدم أو مخاط مع وجع أسفل البطن وإحساس دائم بالتبرص حتى لو أنت لسه عامل حمام. طبعًا مع الوقت الجسم بيبدأ يتعب أكتر، بيفقد سوائل ويفقد شهية وينزل وزنه، وبيحس بإرهاق دائم كأن ما فيش طاقة في جسمه، واللي بيخلي المرض ده معقد إن نوباته بتيجي وتروح، فترة بيبان إن هو اختفى وبعدها بيرجع أكتر من الأول. وده اللي بيخلّي المريض يعيش في حالة توتر مستمر، مش عارف إمتى الموجة جاية هتبدأ، وبرغم إن المرض مركزه في القولون إلا إن تأثيره ممكن يمتد لأماكن تانية في الجسم، ممكن يحس بالتهاب في المفاصل أو مشاكل في الجلد زي الطفح أو التقرحات أو حتى التهاب في العين. وشوف الغرابة بقى إن في ناس بيظهر عليهم التهاب المفاصل والتهاب في الجلد قبل حتى ما يعرفوا إن هم عندهم قولون تقرحي، وده دليل إن المرض مش مجرد مشكلة في الأمعاء، وده خلل في الجهاز المناعي نفسه، إن بدل ما يحمي نفسه يبدأ يهاجم خلاياه من جوه. العلماء لحد دلوقتي مش محددين سبب واحد، لكن أغلب النظريات بتقول إن في تفاعل بين البيئة والوراثة والجهاز المناعي. يعني لو عندك استعداد جيني أو جسمك اتعرض لمحفز زي عدوى معينة أو توتر شديد، جهازك المناعي ممكن يخرج عن السيطرة ويبدأ يهاجم جدار القولون، ولأن الالتهاب ده مزمن لازم تتابعه بعناية. في أدوية بتقلل الالتهاب، وأدوية تانية بتمنع المناعة في مبالغة في رد الفعل. في الحالات الشديدة ممكن الموضوع يوصل لجراحة لإزالة جزء من القولون، لكن الجميل في الموضوع إن كل سنة الطب بيقدم علاج أحدث وأقوى وبيساعد الناس تعيش حياة طبيعية جدا مع المرض. وعشان كده لو جالك إسهال مزمن وفيه دم أو ألم في البطن مستمر ما تقولش ده أكل عملت كركبة وخلاص، روح لطبيب مختص، لأن كل ما تشخص بدري كل ما فرص السيطرة عليه بتزيد. نروح مع بعض على تاني مرض هو سرطان القولون. مرض ما بيجيش مرة واحدة ولا بيعلن عن نفسه بأي حاجة، ده بيبدأ صغير جدا لكن لما بيتكشف متأخر بيكون الموضوع وصل لمرحلة خطيرة. سرطان القولون ببساطة هو نمو غير طبيعي لخلايا بطانة الأمعاء الغليظة. الخلايا دي بدل ما تموت في وقتها وتسيب مكانها لغيرها لا بتتكاثر من غير سيطرة، تحول مع الوقت لكتلة أو ورم ممكن يبقى خبيث. المرض غالبا بيبدأ كزوائد صغيرة اسمها بوليب، ودي بتبقى شبه نتوءات صغيرة جدا على جدار القولون ما بتعملش أي أعراض، لكن لو اتسابت سنين ممكن واحدة منها تتحول لخلايا سرطانية، وده اللي بيخلي الكشف مبكر مش رفاهية، ده حرفيا ممكن ينقذ حياة. سرطان القولون واحد من أكثر السرطانات انتشارا في العالم وبيجي بعد سن ال50 تقريبا، لكن الغريب إن معدلاته بدأت تزيد بين الشباب في آخر كام سنة، وده خلى العلماء يدوروا على أسباب جديدة زي العادات الغذائية والتوتر وقلة الحركة وحتى اضطراب البكتيريا النافعة في الأمعاء. أعراضه في الأول ممكن تتلخبط بين حاجات بسيطة جدا، تقلصات وانتفاخ وإمساك وإسهال غير مبرر وإحساس دائم إن البطن ممتلئة، لكن لما بيبدأ الورم يكبر بيبدأ ظهور الدم في البراز أو يفقد الشخص وزنه من غير ما يحاول أصلا يخس، أو كمان ممكن يحس بإرهاق بس مش إرهاق مرة واحدة، لا إرهاق مزمن. العلامة اللي تخوف بقى إن في ناس كتير ما بيظهرش عليهم أعراض المرض إلا لما يوصل لمرحلة متقدمة جدا، وده السبب اللي خلى معظم الأطباء يقولوا إن أخطر ما في سرطان القولون هو صمت. فأنت لازم تتابع نفسك أكتر من غيرك. الكشف المبكر بسيط جدا، تحليل براز الدم الخفي ومنظار كل كام سنة خصوصا بعد سن ال40 أو ال50، وساعتها الزوائد دي لو اتشافت في بدايتها أنت ممكن تشيلها بسهولة جدا، تبقى قضيت على المرض قبل أصلا ما يظهر. علاجه بقى بيتحدد حسب المرحلة، ممكن يبقى جراحة لإزالة الجزء المصاب، ولو الورم اتنشر ممكن يبقى علاج كيميائي أو إشعاعي، لكن كل ده بيبقى أسهل بكتير لما تعرفه بدري. والأمل هنا مش وهم، في ناس كتير عاشت حياة طبيعية بعد سرطان القولون، والمفتاح هنا هو الوعي. ما تستهونش بأي تغير أو أعراض في جسمك، وما تقولش ده إمساك عادي أو أكلة تقيلة، لأن أوقات الوجع البسيط ممكن يبقى إنذار كبير. ونروح على المرض اللي عايش بيه ربع سكان العالم تقريبا، إحنا هنا بنتكلم عن القولون العصبي. حكايته إيه بقى القولون العصبي ده؟ متلازمة القولون المضطرب أو القولون العصبي هو اضطراب في وظائف الجهاز الهضمي، وظائف مش تشريح ولا تكوين ولا تركيب الأعضاء نفسها. عشان كده بالفحوصات بيظهر إن المريض ما عندوش أي حاجة تعبان، لكن الحقيقة إن المريض بيكون كل حاجة فيه تعبان. بتبدأ الأعراض غالبا في بداية سن الشباب قبل سن ال50، وبيكون العرض الرئيسي هو ألم في البطن أو تقلصات، وبعد كده بيحصل انتفاخ وغازات وتغيير في شكل وقوام الفضلات وكمان في معدلات إخراجها. واحنا هنا نقدر نقسم القولون العصبي إلى كذا مجموعة، في ناس عندهم العرض السائد هو الإسهال، وفي ناس عندهم العرض السائد هو الإمساك، وفي ناس تانية عندهم ما بين ده وده عندهم إسهال وإمساك. وبرغم إنه اسمه القولون العصبي بس المريض ممكن يعاني من أعراض كتير خارج القولون أصلا. هتلاقي مثلا أكتر من نص المرضى بيظهر عليهم الأعراض في المريء، صعوبات في البلع، شعور بخنقة في الحلق، وألم في منطقة الصدر اللي بيمر منها المريء. وعندنا كمان أعراض بره الجهاز الهضمي خالص، تعب وخمول واضطرابات مزاج واضطرابات نوم، صداع في شكل نوبات بتشبه صداع النصفي، وألم في نص الرأس وصعوبة في مواجهة الأضواء العالية. النوبات دي كمان بتنتشر أكتر عند السيدات من سن 16 لحد 30 سنة،
وبتبدا تختفي تدريجيا مع التقدم في السن. شوف الغرابه بقى ان المصابين بصداع النصفي نفسهم احتماليه اصابتهم بالقولون العصبي بيكون اكبر من غيرهم في نفس الاعمار. يعني بعد ما عرفنا كل اسرار القولون والامراض اللي ممكن تصيبه، ازاي بقى نقدر نحافظ عليه ونخلي جسمنا سعيد ومريح؟ اول حاجه الاكل الصح. حاول كل يوم تاكل اكل متوازن، بروتينات ودهون والياف. اهم حاجه الالياف دي موجوده في الخضار والفواكه والحبوب الكامله. والبروتين برضه مهم لبناء جسمك، واتكلمنا على الموضوع ده كتير. تاني حاجه الميه، اشرب ميه كتير، ده بيخلي الفضلات تمشي بسهوله وبيقلل الامساك وبيحافظ على حركه طبيعيه للقولون. تالت حاجه الرياضه، امشي على الاقل نص ساعه يوميا، دي بتخلي الامعاء تتحرك وبتقلل التوتر اللي بيأثر على القولون العصبي. رابع حاجه تجنب الاكلات المضره والدهون الزياده، الاكل المقلي والاكلات السريعه، كل ده ممكن يعمل مشاكل للقولون على المدى الطويل. خامس حاجه والاخيره انك لازم تنام كويس علشان الاعضاء كلها تشتغل صح، مش القولون بس. في الاخر يا صاحبي، بعد ما عرفنا كل الكلام ده، بعد ما عرفنا اسرار القولون ومحور الامعاء الدماغ، واطلعنا على الامراض اللي ممكن تلمس حياتك، القولون التقرحي، سرطان القولون، والقولون العصبي، اللي لازم تعرفه ان الجسم ده مش مجرد ماكينه هضم، ده عالم كامل كل جزء فيه له صوت وله رساله. لو سمعتها صح هتعرف تتصرف وتعيش كويس، ولو تجاهلتها هتحس بالتعب والمرض من غير سبب واضح. الوعي هنا هو الاهتمام بنفسك وفهم الاعراض والاهتمام بالاكل والنوم والتحكم في التوتر. كل دي مش رفاهيه، حمايه لحياتك اليوميه وجودتها. الجميل كمان ان الطب بيتقدم كل يوم، والعلماء عندهم حلول اقوى، ادويه افضل، واساليب علاج حديثه تخليك تعيش حياه طبيعيه. يعني في الاخر القولون مش مجرد انبوبه، سرطان القولون مش مجرد ورم، القولون العصبي مش مجرد مغص، والقولون التقرحي مش مجرد اسهال. كلهم رسائل من جسمك وانت لازم تسمعها. خد بالك من جسمك واهتم بنفسك، وافتكر دايما ان الراحه والسعاده مش في دماغك، الراحه والسعاده ممكن يكونوا في قولونك. ده كان كل اللي عندنا النهارده. دلوقتي اقدر اقول لك شكرا على وقتك، وخلي بالك من جسمك لان هو المدينه اللي انت ساكن فيها. ولو كنت وصلت لحد هنا فما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان تتابع الحلقات الجايه ان شاء الله. سلام.